الأصدقاء الأعزاء صديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. استكمالا للحديث السابق حول الدولة السورية وأكاذيب وأباطيل واختلاقات وخرافات وترهات هذا النظام، نظام أبو محمد الجولاني، نظام ائتلاف السلفية الجهادية والأخوان. استكمالا للحديث السابق، سنتوقف اليوم حول تصريحات موفق زيدان مستشار آه، أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني أو مندوب القاعدة، تنظيم القاعدة الإرهابي في نظام أبو محمد الجولاني. لكل جماعة مندوبها في هذا النظام. هنالك المندوب الروسي، فلول النظام السابق الموجودين حاليا في النظام الحالي. هنالك المندوب القطري ممثلا في وزير الثقافة ووزير الإعلام. هنالك المندوب السعودي، هنالك المندوب التركي ممثلا بأبو محمد الجولاني والشيباني. وكل هذه الدول الإقليمية القريبة والبعيدة، والمندوب الإسرائيلي أيضا موجود في هذا النظام. على أي حال، هذه الوقفة، هذا الفيديو، هذا الحديث سأحاول فيه التركيز على تصريحات مندوب تنظيم القاعدة الإرهابي داخل نظام أبو محمد الجولاني الإرهابي. في لقائه الأخير وحول موضوع ومصير المقاتلين الأجانب المرتزقة الإرهابيين الذين يأويهم ويدعمهم ويحميهم ويرعاهم نظام القاعدة، نظام أبو محمد الجولاني، ذكر موفق زيدان طبيعة تعامل الدولة السورية وموقف الدولة السورية الحالية تحت قيادة أبو محمد الجولاني من هؤلاء المرتزقة، وحاول التماس الأعذار والمبررات وإجراء بعض المغالطات، وأوقع نفسه في الكثير من المغالطات. وبداية حديثه عن هذا الموضوع، موضوع المرتزقة الأجانب، المقاتلين الأجانب، كان كذبا وافتراء وكفرا. لنستمع. للمقاتلين الأجانب، ماذا بشأنهم؟ ماذا سيكون مصيرهم؟ هم التزموا مع الدولة السورية، وهم في كنف الدولة السورية، يعني سيصبحون جزءا من الجيش؟ سيصبحون جزء من الجيش السوري. وهذا الأمر ليس بجديد، هذا حصل في فرنسا وحصل في ألمانيا وحصل في دول أوروبية الذين قاتلوا مع. يقول موفق زيدان أنهم التزموا مع الدولة السورية، وهذا كذب ودجل وافتراء مهترئ وسخيف وتافه. هؤلاء لم يلتزموا مع الدولة السورية، هؤلاء أتوا وحاربوا الدولة السورية. أتوا ليس بغرض حماية الدولة السورية، إنما أتوا وحاربوا مؤسسات هذه الدولة السورية، النظام، الجيش، الأمن، كل شيء. لم ينتسبوا إلى كيانات الدولة السورية، إنما انتسبوا إلى كيانات إرهابية، تنظيم داعش الإرهابي، جبهة النصرة، الفصائل الإسلامية، الميليشيات الراديكالية الإرهابية الإسلامية النشطة على الأراضي السورية. هؤلاء المقاتلين الأجانب انتسبوا لهذه التنظيمات ضد الدولة السورية. هؤلاء لم يلتزموا بالدولة السورية وخيارات الدولة السورية. الدولة بوصفها أداة في يد النظام الحاكم. الآن أيضا يصار إلى
يعني الدمج أو خلط الأمور ما بين الدولة السورية ونظام الجولاني. الآن الدولة السورية الناشئة هي أداة ووسيلة وكنز ومغنم من مغانم أبو محمد الجولاني وصحبه، ومن ضمن هذا الداعشي الإرهابي موفق زيدان. ويعتبر أنهم هؤلاء، يعني يعتبر المقاتلين والمرتزقة الأجانب أنهم التزموا بالدولة السورية، وهذا كذب. يعني هذا غير صحيح، يعني بالعكس تماما كانوا بالضد من هذه الدولة، وسيندمجون في الجيش السوري، وقد اندمجوا يعني بقرار من نظام القاعدة والنصرة وداعش وهالتنظيمات الإرهابية. هؤلاء المرتزقة صاروا جزءا من كيانات الدولة الأمنية والعسكرية بالدرجة الأولى. يعني واحد شيشاني أو أفغاني أو إيغوري ما يصير وزير خارجية، وربما يصير وزير خارجية أو رئيس مجلس وزراء لاحقا. حاليا هم داخل كيانات الدولة السورية، مثل المماليك اللي استعان فيهم يعني الأيوبيين والفاطميين والمماليك اللي ابتلعوا السلطة فيما بعد وأسسوا دولتهم. وإن شاء الله يعني راح يأسسوا الجمهورية الأيغورية التركستانية في شرق المتوسط والشرق الأوسط، تتأسس على أيدي هذا الدجال الكبير موفق زيدان وصحابته من المقاتلين الإرهابيين الأجانب. وهو قال أن هذا الأمر حدث في الكثير من الدول. طبعا هذا كذب، بس المذيعة ما عندها المحاورة، يعني ما عندها هذا منطق المحاججة أنه تكذب هذا الكذاب. يعني هو بمنتهى البساطة أنه المرتزقة الأجانب الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الأمريكي أو الجيش الفرنسي يصار إلى منحهم الجنسية، لكن منحهم مناصب عليا وقيادات في الجيش هذا مش معقول، هذا مش موجود. خلي موفق زيدان هذا الدجال، هذا الأفاق الكبير، يجيب لي مثال واحد فقط في الجيش الأمريكي وفي الجيش الفرنسي والجيش البريطاني والجيش الألماني وأي جيش من العالم أنه واحد كان بدايته مرتزق وبعدين صار لواء أو جنرال في هذا الجيش. فليأتني مثال واحد فقط يشير ويدعم ويعزز ما فعله نظام الجولاني بمنح الجنسية والمناصب والقيادات العليا داخل الجيش السوري للمرتزقة. حدث شيئا شبيها مما حدث في سوريا حدث في البلدان التي ذكرها. مش يعني إذا أردنا أن نعمل بالقياس، يعني قياسا على ما جرى في أمريكا، هو بيقول أنه هذا الأمر حدث. طبعا هذا كذب، لم يحدث. يعني التجربة الأمريكية موجودة، لكن المذيعة يبدو أنه هي مش مطلعة حول هذا الموضوع مشان تخرسه وتقول له أنه ما في هيك شيء بأمريكا، لم يحدث شيء. يعني ربما منحوا الجنسية، هذا وارد يعني. أو لنأتي أبعد من ذلك، اللبنانيين والسوريين الذين كانوا في الجيش الفرنسي أو المغاربة أو الجزائريين اللي كانوا في الجيش الفرنسي في تلك الفترة، في فترة الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، هؤلاء ربما أحفاد أو يعني في الجيل الثالث أو الرابع ربما وصلوا إلى المناصب العليا في فرنسا، في أمريكا، في بريطانيا. لكن في تلك الفترة، يعني بعد انتهاء الحرب الأولى، بعد انتهاء الحرب
الثانية لم يصار إلى تكريم مرتزق واحد في هذه الجيوش بأن رفعت رتبته إلى جنرال أو كولونيل أو أي رتبة ذات أهمية قيادية استراتيجية في جيوش هذه البلدان. فموفق زيدان كذاب ودجال ويلقي الكلام دون أن تستوقفه المذيع وتقول له ستوب، يعني هذا الكلام غير مضبوط وهذا القياس غير مضبوط وهذه المقارنات لا تجوز على الإطلاق. ما فعله نظام الجولاني بتجنيس وتولية هؤلاء المرتزقة وتنصيبهم ومنحهم مناصب وتسليطهم على رقاب الشعب السوري هي سابقة لم تحدث حتى على مستوى التنظيمات التكفيرية الإرهابية في أفغانستان. يعني لم نرى في تنظيم طالبان الإرهابي أن يولى واحد عربي سلفي جهادي عربي على الأفغان أميرا. يعني هيك قصص لم تحدث على الإطلاق، لا حتى في أفغانستان لم تحدث. هذه سابقة أخلاقية كبيرة لم تسقط فيها حتى التنظيمات التكفيرية الإرهابية التي أتى موفق زيدان من خنادقها وبيجي بيقارن نفسه بما حدث، وهذا حدث في فرنسا وفي بريطانيا وفي ألمانيا. يا كذاب يا دجال يا أفاق. الآن طبقا لنظام الجولاني وعلى لسان مستشاره مندوب القاعدة في نظام الجولاني لا يوجد مقاتلين أجانب الآن حصلوا على الجنسية. لماذا حصلوا على الجنسية؟ لأنه هؤلاء يعني من 14 سنة 15 سنة عايشين في سوريا وفي أمان، تعلموا اللغة العربية طبقا لقانون الجنسية السوري وطبقا للقوانين الجنسية في البلدان التي تحترم نفسها وتحترم قانونها ودستورها. ينبغي أن يعني يكتسبوا الجنسية. نعم هذا وارد في حال طبق عليهم قانون الجنسية، لكن تبريرات موفق زيدان تبريرات واحد دجال. هؤلاء لم يلتزموا على الإطلاق بالقانون السوري بالدستور السوري بالأنظمة. هؤلاء كانوا إرهابيين أتوا إلى سوريا عن طريق الانتساب إلى جماعات إرهابية تكفيرية جهادية. منهاج هؤلاء ليسوا منهاج إقامة دولة سورية، إنما دولة الإسلام على كما يعني طبقا للسرديات الإسلامية والتكفيرية على منهاج النبوة وإعلاء كلمة الله، وكأنه سوريا كانت دار كفر وإلحاد ولم تكن دار إسلام في يوم من الأيام. جايين يفتحوا سوريا من أول جديد. هذا كان منطق وهدف وجوهر وجود هؤلاء المقاتلين الإرهابيين على الأرض السورية. جايين يعلموك أنت يا موفق زيدان كيف تصلي وتصوم وتتقي ربك وتجتنب الكذب وتتوخى الصدق في القول والفعل. هؤلاء أتوا لكي يربوك أنت على أساس أنه أنت لم تكن تعي وتفقه من الإسلام شيئا. أتوا لكي يقنعوك بحلاوة اعتناق الدين الإسلامي الحنيف. نحن كنا مسلمين وسنبقى مسلمين. يعني الشعب السوري بمكوناته في أغلبه في جله شعب مسلم، ليس بحاجة إلى الإيغوري والشيشاني والتركستاني والأفغاني
حتى يعيدنا إلى الإسلام أو يعلمنا الإسلام. يا تافه. هؤلاء كانوا على الأراضي السورية بوصفهم مقاتلين مرتزقة أجانب، مثل ما النظام الذي يدعم نظامك النظام السوري استخدم السوريين كمرتزقة في منطقة ناغورنو كاراباخ ضد الأرمن، كمرتزقة في ليبيا. والله يعلم الأتراك لوين كمان أرسلوا المرتزقة السوريين المقاتلين، يعني بالنسبة لهم أجانب. والكثير من السوريين الذين منحوا الجنسية التركية كان لقاء خدماتهم. لكن يا تافه أنت شفت واحد سوري مرتزق مقاتل، حتى العمشات وبولات والعفشات والزبالات الأتراك لم يمنحوهم مناصبا في الجيش التركي على خدماتهم للدولة التركية وللنظام السوري وللنظام التركي. قاتلوا في أذربيجان، قاتلوا في ليبيا، وبقوا مرتزقة. لذلك أقول وأؤكد أن ما فعله نظامك سابقة لن تتكرر، سيقاس عليها لاحقا إذا اقترف نظام آخر موبقة أشد قباحة، أشد بشاعة، أشد سخافة وتفاهة مما اقترفه نظامك، ومن التبريرات السمجة التافهة التي تقدمها الآن لسلوك نظامك فيما يتعلق بموضوع الأجانب. الأتراك ما فعلوها، الأقربون الأقرب إليك زمانا ومكانا لم يمنحوا المقاتلين السوريين العرب السنة المجاهدين الذين قاتلوا تحت لواء الدفاع عن مصلحة تركيا في ليبيا، الدفاع عن مصلحة تركيا في أذربيجان وضد الأرمن. الأتراك لم يمنحوهم منصبا، منحوهم جنسية، شوية امتيازات، يطلعوا في الإعلام مهند ما بعرف شو أغلو علي أطاجان، بكر أطاجان التركماني، كل هؤلاء، وحمزة تكين، كل هالزبالة الذين منحوا الجنسية المجنسين، لكن لم يصار إلى منحهم منصبا سياسيا أو منصبا عسكريا في الدولة التركية. أنت بتعرف شو مساوي يا سيد موفق زيدان في سوريا؟ يعني استمر في الكلام لكي أوضح لك ماذا فعلت بسوريا، أن جعلتها مكبا للنفايات الإرهابية، مثل ما النظام السابق وعبد الحليم خدام جعل سوريا مكب للنفايات النووية. أنت بمعية نظامك، نظام القاعدة، نظام ائتلاف الإخوان والسلفية والجهادية، جعلت من سوريا دولة ومجتمعا وعلى عينك يا تاجر مكبا للنفايات الإرهابية التكفيرية السلفية الجهادية. لماذا الاستعانة بهم كمقاتلين أجانب ووضعهم تحت لواء الجيش السوري؟ ليسوا تقاتل أجانب، الآن أصبحوا مقاتلين سوريين، ليس عندنا مقاتلين أجانب. هذا مقاتل أجنبي عاش في سوريا 12-14 سنة، هذا ملتزم بأهداف الدولة السورية وملتزم بسلوكيات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وربما أكثر من الذي خرج وحصل ما حصل من تجاوزات في الساحل السوري. أنا الآن ليس عندنا مقاتلين بين قوسين كما تسمونهم أجانب خالفوا أوامر وزارة الدفاع وعملوا أي انتهاكات أو أي خروق. طبعا هذا الدجال الصغير والغبي والمذيعة التي تحاوره يعني وتتساهل معه لم تبرز في وجهه الفيديوهات للمقاتلين الأجانب المرتزقة الذين اقترفوا جرائم الحرب في السويداء واقترفوا جرائم الحرب في الساحل السوري. لم تبرز له الفيديوهات وتخرصه وتعريه وتبزع على وشه الوقح
لأنه هذا الكائن يظهر بمنتهى الصفاقة والوقاحة والدجل والكذب الصراح، ويعني يظن أنه الموضوع سيمر هكذا. أنا ما رح مرق له إياها هيك. المذيعة يمكن يعني مش مذكرة كويس عشان تحاور واحد إرهابي زي ده يعني، وهي مصرية المذيعة السيدة الفاضلة، وربما تشاهد هذا الفيديو، يعني مش مذكرة كويس، يعني تبرز له الفيديوهات التي تؤكد تورط وضلوع المقاتلين الأرجانب الإيغور والشيشان والأنغوش والأفغاز وكل هؤلاء الزبالات في جرائم التي اقترفها النظام السوري، جيش النظام السوري في الساحل وفي منطقة السويداء. كيف لم يقترفوا هؤلاء؟ هم التزموا بتعليمات نظامك، نعم، التزموا بتعليمات دولتك، نعم، دولة التكفير والإرهاب والإجرام في حق العلويين، دولة التكفير والإرهاب والإجرام في حق الدروز، ودولة التكفير والإرهاب والإجرام التي تحاول الآن الاشتباك والتصاطم مع الكرد. المذيعة مش مذاكرة كويس، بس أنا عشان حضرتك أنا مذاكر كويس، أنا بإمكاني الرد عليك، ليس لأنني قوي، بل لأن منطقك هش وهزيل وصفيق وكاذب وتافه. ليس عندنا مقاتلين بين قوسين كما تسمونهم أجانب خالفوا أوامر وزارة الدفاع وعملوا أي انتهاكات أو أي خروق لوزارة الدفاع. كيف ترد على من ينظر لهم باعتبارهم مرتزقة؟ يعني شوفي، مرتزق، كلنا نرتزق من اجل الفلوس. انت تشتغلين في البي بي سي بالاجر راتب. المرتزق هو يقاتل لمن يدفع له اكثر. لا انت هم يدفع من دفع له اكثر، هو اغلبهم. طيب كيف ترد على من يصفهم بالمرتزق؟ انا سارد عليه. انت الان هذا الذي جاء ماذا نعطيه من رواتب؟ ماذا نعطيه من رواتب عندما كان في ادلب؟ هذا كان يدفع دمه وروحه فداء لسوريا وفداء لوحد سوريا. هؤلاء المقاتلين بدأوا جهاديين سلفيين تكفيريين، منطقهم وإيديولوجيتهم وعقيدتهم القتالية هي عقيدة وإيديولوجية التنظيمات التكفيرية الجهادية المعروفة، فتاوى ابن تيمية، فتاوى سيد قطب، أبو العلا المودودي، حسن البنا، كل هذه التفاصيل المعروفة والمستندة على كتب التراث الإسلامي بطريقة أو بأخرى. هذا أولا. عندما كان هذا المقاتل ضمن هذه التنظيمات كان يصنف ويوصف بالجهادي ومع يعني لأنه المذيعة مش مذكرة كويس، يعني التوصيفات التي كانت تقال في هؤلاء المهاجرين والأنصار، المهاجرين هم السوريون الأقحاح، والأنصار هؤلاء المرتزقة الأجانب. هؤلاء المرتزقة كيف تحولوا إلى مرتزقة؟ من مجاهدين إلى مرتزقة عندما دخلوا في خدمة أجندات أخرى غير أجندتهم العقائدية السلفية الجهادية. عندما دخلوا في خدمة الجيش التركي وقاتلوا لصالح الجيش التركي تحولوا إلى مرتزق. المرتزق لا يولد هكذا مرتزق، لا، هؤلاء المقاتلين الأجانب كانوا صاحب مبدأ، صاحب عقيدة، نتفق نختلف معها، لم تكن عقيدة قتالية لخدمة مصالح سياسية، إنما لإعلاء كلمة الله وإقامة شرع الله على منهاج النبوة. هكذا بدأ هذا الكائن الإرهابي السلفي الجهادي، لكن تحول إلى مرتزق عندما صار يخدم أجندة سياسية لفئة معينة، لطائفة معينة، لجهة معينة، لجماعة معينة، تحول إلى مرتزق. الآن يأخذ رواتب.
المقاتلون السوريون ومن ضمنهم هؤلاء الإيغور والأنغوش والأفغاز والشيشان الذين قاتلوا في ليبيا تحت مسمى الجيش الوطني السوري وقاتلوا في ليبيا، هؤلاء يعني مرتزقة وقبضوا الرواتب، وهي مسألة معروفة، والمذيعة مش مذاكرة كويس. كان بإمكانها أن تصفعه صفعة مدوية على وجهه وتشير له إلى كذبه وإلى نفاقه ودجله. هؤلاء المقاتلين عندما دخلوا في كنف النظام السوري نظام الجولاني وقاتلوا في الساحل السوري أبناء سوريا تحولوا إلى مرتزق. عندما قاتلوا الدروز في الجنوب السوري في محافظة السويداء تحولوا إلى مرتزقة، ووصف المرتزقة قليل عليهم، وهذا توصيف حال لهؤلاء المقاتلين الأجانب على أرض الآن هي ليست أرض جهاد. خلاص أنتم صلتم سلطة، ائتلاف الإخوان والسلفية الجهادية الذي يحكم هو سلطة الآن. فإذا هم ليسوا في ضد نظام كافر جائر فاجر داعر، لا يقاتلون ضد هكذا نظام، إنما يقاتلون مع نظام إسلامي يعلي كلمة الله وشرع الله في ديار الإسلام ديار الشام. هم الآن مع هذا النظام. ما يقوله موفق زيدان وأبو محمد الجولاني والشيباني لهؤلاء المرتزقة عليهم السمع والطاعة طبقا للمنهاج الذي تربوا عليه، الولاء والبراء والسمع والطاعة والإذعان والتسليم لأولي الأمر. الآن هذا التافه هو من جماعة أولي الأمر الحاكمين في سوريا، ويقول أنه ليسوا مرتزقة، أنتم بتشوفوا المرتزقة، نحن لا نراهم مرتزقة. طبيعي أنك لا تراهم مرتزقة لأنه جزء منك، لأنه أنت في يوم من الأيام كنت مرتزق عند جماعة تكفيرية إرهابية اسمها تنظيم القاعدة، قاعدة الجهاد. أنت كنت جزءا من هذا التنظيم والكيان الإرهابي، وكنت مرتزقا في السلك الإعلامي وفي السلك البحثي وكل التفاصيل. لن تغير الجرافة والطقم والوزي الرسمي والتشبه بالفرنجة والكفار، لن يغير هذا التشبه بالفرنجة والكفار من أبو محمد الجولاني ومن الشيباني ومن الزيداني. لن يغير، سيبقون هكذا طالما هو اللب عفن وتكفيري وجهادي. القشرة تتغير تتبدل، هذا شيء آخر. الجوهر واللب عفن ونتن ودموي وتكفيري وإرهابي. انظروا كيف يصف هؤلاء الجهاديين التكفيريين الأجانب. هذا المقاتل كان يدفع دمه وروحه خدمة لسوريا. خدمة لسوريا يا دجال يا منافق يا أفاق، خدمة للجهاد، خدمة لإقامة شرع الله على منهاج النبوة، خدمة لسوريا، خدمة لإعلاء كلمة سوريا، لإعلاء وتأسيس الوطن السوري يا دجال. بس المذيعة مش مذاكرة كويس عشان ترد عليك. عادة يا سيدي الجيوش ما تتكون من أبناء الوطن لأنهم يدافعون عن الوطن. لا بدافع الانتماء. ليس صحيح. يعني عادة الجيوش لا تتكون من أجانب. لا هذا حصل. الآن في أوكرانيا ليس في فيلق الأجنبي، وهناك اتهامات في أوكرانيا بشأن الاستعانة بمرتزقة سواء من الجانب الأوكراني أو الجانب الروسي. الاتهامات يتهم، لكن أقصد الغربي. ألم يأتي الأمريكي ويقاتل في أوكرانيا؟ لماذا لم سمح له سمح لهم شيء
لكن هناك اتهامات للجانب الأوكراني والجانب الروسي بالاستعانة بمرتزقة. يعني حدوث الأمر لا يشرعنه. هذا الرجال، هؤلاء الأبطال الذين أتوا وقاتلوا جانب الشعب السوري والتزموا تماما. نحن عندما واحد يخالف مباشرة نضبطهم. الآن إذا انفلتوا فيها الكرة الأرضية كلها، شو بده يصير عندك؟ مين بده يضبطهم؟ يستشهد بالتجربة الأوكرانية في الحرب الأوكرانية، واستعانة الأوكرانيين بالمرتزقة، واستعانة الروس أيضا بالمرتزقة في هذه الحرب. استعانتهم بالمرتزقة لا يلغي اسم المرتزقة، وهؤلاء دول هؤلاء المذيعة مش مذاكرة كويس، هؤلاء دول استعانوا بالمرتزقة. أنتم كنتم تنظيمات ميليشيات. هنالك فرق ما بين الدولة والميليشيا. الدولة كدولة ككيان كبير جامع معترف عضو في الأمم المتحدة، والتنظيم التكفيري الإرهابي لا يمكن أن نقارن داعش التي اعتمدت على المقاتلين الأجانب كجهاديين، يعني لا يمكن أن نقارنها بدولة كأوكرانيا عضو في الأمم المتحدة وتتعرض لهجوم، لاحتلال، لعدوان روسي. ما في مجال للمقارنة. داعش لم يكن تنظيما سوريا، حتى جبهة النصرة لم تكن تنظيما سوريا. جماعة إسلامية إرهابية تكفيرية فيها شوية أجانب. بدك تقارن الموضوع بالموضوع الأمريكي كدولة كعظمى، ببريطانيا العظمى، بأوكرانيا بدولة عضو في الأمم المتحدة، الروس. هذه المقارنة لا تجوز، والقياس على ذلك لا يجوز. وحتى ولو صار يعني الآن على مستوى الدول، على مستوى القانون علم الاجتماع السياسي، كيف يوصف هؤلاء المقاتلين الأجانب بصرف النظر عن العقيدة القتالية؟ هم مرتزقة وكانوا وسيبقون مرتزقة حتى يعني قيام الساعة سيبقون مرتزقة. وأنت تصفهم بالأبطال؟ يا مجرم، يا إرهابي، يا تكفيري. تصف هؤلاء، تصف أبو دجانة وأبو دبجانة وأبو خريانة وطقعانة، تصفهم بالمقاتلين الأبطال وتفضلهم على أهل الساحل. هيك أنت بتطلع وطني؟ لعنة الله على نظام جعل منك مستشارا للشؤون الإرهابية والتكفيرية شؤون يعني نمزجة المقاتلين المرتزقة الأجانب. الآن إذا انفلتوا فيها الكرة الأرضية كلها، شو بده يصير عندك؟ مين بده يضبطهم؟ ألا تفكرون في إعادتهم إلى بلدانهم مثلا؟ مين بيقبلهم؟ إذا أطلقناهم في الأرض مين بدهم يضبطهم؟ يعني أنت اعترف، يعني هذا اعتراف ضمني بأنك الآن تلعب دور الضابط الشرطي لهؤلاء المقاتلين الأجانب في سوريا. ربما أنت عبد مأمور من الأمريكي أو من الإسرائيلي أن هؤلاء المقاتلين الأجانب ينبغي أن تضبطوهم. هذه هي وظيفتكم. إذن أداء وتعامل نظام الجولاني مع هؤلاء المرتزقة الأجانب وأداء وظيفي لضبط وللجم ولتقويض التأثير الإرهابي التكفيري لهؤلاء المقاتلين الأجانب، أنه إذا كانوا طلقاء فشرهم كبير. قول ذلك بوضوح، لا تسعى إلى التبريرات السخيفة والتافهة حتى ولو كانت زلة لسان. هذه هي الحقيقة. فوق أنك نظام تكفيري جهادي سلفي إرهابي، تسعى الآن شهوة السلطة والإذعان للأمريكي والإسرائيلي وللخليجي أيضا، تسعى الآن إلى ضبط هؤلاء
على الأراضي السورية، والسوريين يدفعون الضريبة من كيس الدولة، من كيس المجتمع، من كيس القانون، من كيس الدستور. السوريون يدفعون الضريبة، وأنت وأبو محمد الجولاني تبعك تبقون في السلطة. الهدف السلطة، شهوة السلطة، وما عدا ذلك كل الضرائب ستكون مدفوعة من كيس السوريين. من ضمن هذه الضرائب أن يولى على السوريين إرهابيين تكفيريين جهاديين أجانب أتوا من خنادق القاعدة والداعش والنصرة، والآن هم أولي الأمر على رقاب السوريين البسطاء. انت الان اذا انفلتوا في هالكره الارضيه كلها شو بده يصير عندك؟ مين بده يضبطهم؟ ألا تفكرون في إعادتهم إلى بلدانهم مثلا؟ مين بيقبلهم؟ إذا انفلتوا في الكرة الأرضية من سيضبطهم؟ الآن نظامك يضبطهم. هل تفكرون بإعادتهم المذيعة؟ أسأل في إعادتهم إلى بلدانهم مين راح يقبلون؟ ما حدا بيقبل، لا راح يقبلون. أنت ابعتهم لروسيا ولا يهمك، أنت أرسلهم إلى الصين ولا يهمك، أرسل الإيغور للصين والصين تتكفل بمعالجة ملفهم. أنت مش وظيفتك أن تجعل من سوريا مكب للنفايات الإرهابية والتكفيرية. أن يعني هذا يعني كل واحد ياخد باله من إرهابيه ومن لغاليغه. أنت مش مسؤول عن اللغاليغ التكفيرية الصينية، تربيهم وتسمنهم يعني تضبطهم وتسلطهم على رقاب السوريين. أنت مش مجبر، والسوريين غير مجبرين على أنه يديروا بالهم من اللغاليغ الإرهابية التكفيرية الروسية والأنغوشية والأفغازية والشيشانية. هناك دولة في يعني أولى بذلك وأجدى بها بذلك، يعني من نظامك التكفيري الجهادي. إذن أنه ما في حدا يستقبلهم، فأنت تستقبلهم. استقبلهم مش مشكل، اضبطهم كمان مش مشكل، لكن لا تقنون ولا تعتبر ذلك سلوكا وطنيا قانونيا إنسانيا. هذا غير صحيح، هذا يعني كذب صراح ودجل وإفك وصفاق. لا تحاول تبرير هذا السلوك، كن صريحا يا مستشار الدجل والكذب لشؤون الإرهاب والمقاتلين الأجانب. ما في حدا يضبك ويلمك، يضب لسانك ومنطقك في المحاججة أثناء التبرير لهذه السلوكيات الشائنة. سوريا الآن بمعية هذا الدجال ورئيسه، فخامة رئيسه، سوريا أصبحت مكبا للنفايات الإرهابية التكفيرية الجهادية. سوريا الآن الأرض الخصبة، الملاذ الآمن لتجنيس المقاتلين الأجانب. أجلبوهم إلى سوريا ونحن نمنحهم الجنسيات والمناصب وصلى الله ونبقى في السلطة وصلى الله بارك. وسلاما على من اتبع الهدى. هدى مين؟ هدى سلطان، هدى السلطة، هدى الائتلاف السلفية الجهادية والإخوان المسلمين الحاكم في سوريا. هدى أبو محمد الجولاني، هدى موفق زيدان. على هذا الهدى أن سوريا الآن تصلح لأن تكون يعني مكب لكل هذه الزبالة التكفيرية الإرهابية المقيتة. هكذا يرون هذه الجماعة، هذه الطغمة الحاكمة، هكذا تنظر
إلى سوريا وإلى السلطة في سوريا، أنه خلونا نحن في السلطة ونحن بنسوي لكم سوريا كلها زبالة تجمع التكفيريين والجهاديين والمرتزقة من كل أصقاع العالم. هذا اعتراف واضح وصريح من موفق زيدان مستشار الجولاني انه ما في حدا يلم ويضب هؤلاء الارهابيين، نحن بنضمهم وندللهم ونسمنهم ونغذيهم ونعطيهم يعني شو هالتفاهة، شو هالاسفاء، شو هذا السلوك لم يفعله نظام حافظ الأسد، لم يفعله نظام بشار الأسد. بالفعل نظام الجولاني بسلوكياته، بإجرامه في الساحل، بإجرامه في السويداء، بإجرامه بحق سوريا والسوريين، أثبت كل تلك السردية التي كان يقولها نظام بشار الأسد المجرم الإرهابي، أنه أنا أو الإرهاب، إما أن تقبلوا بالإرهاب الأسدي أو سينفلت عليكم الإرهاب القاعدي الداعشي التكفيري، كل هذه التفاصيل. ويبدو لي مع الأسف الشديد أنه مقولات وسرديات وتفاصيل السردية الأسدية، سردية نظام بشار الأسد، تتحقق يوما إثر آخر، تتعزز يوما إثر آخر. والسوريون بدأوا بالندم أو لا نقول الندم، بالترحم على نظام بشار الأسد عندما يرون حال سوريا تحت ظل ونير نظام أبو محمد الجولاني، مثل العراقيين الذين انتفضوا على صدام حسين، لكن عندما شافوا نظام الولي الفقيه والخزعلي والمزعلي والجماعات والميليشيات العراقية الموالية لإيران وهي تحكم العراق، صاروا يترحمون على أيام صدام حسين. للأسف الشديد هذه المعارضات التكفيرية الجهادية التافهة الحقيرة الوضيعة جعلت الشعوب المنطقة تترحم على أيام الطغم الاستبدادية السابقة، عندما رأت سلوكيات وممارسات الطغم الفاشية الاستبدادية الحالية واللاحقة. أكتفي بذلك، دمتم بألف خير.